يا صباح العسل وصباح الجمال على عيونكم. تعالي بقى اقولك النهارده نعمل طاجن حلو قوي، وطاجن حجم حلو اللي بتشتريه بره بمبالغ خرافيه في الكافيهات والمحلات. تعالي بقى اعمليه في البيت بصدر فرخه واحد وهتعملي احلى طاجن. معايا بقى صدر من الفراخ، ومعايا بصلايه متقطعه صغير، ومعايا بقى البهار بتاعي توم باودر وبصل باودر وكاري وبهارات فراخ وملح وفلفل وبابريكا. تمام. معايا بقى هنا اول حاجه هنبدا نعملها، هنشوح الصدر الفرخه. انا قطعته بقى شرايح رفيعه خالص مع البصلايه كده، نشوحه تشويحه حلوه وياخد لون. وبعد بقى ما يستوي معايا، انزل بالبهار بتاعي. عقبال بقى ما يستوي ويتظبط كده ويتشوح تشويحه حلوه، نبدا بقى نعمل صوص حلو كده للمكرونه بتاعتنا. اسلقي اي كيس مكرونه انت حباه. تمام. معايا بقى هنا معلقتين من السمنة ومعلقتين من الدقيق على نار هادية، هنقلبهم وهنعمل صوص البشاميل بتاعنا الطبيعي، بس ما يكونش سمكه تخين قوي. وهننزل عليه بكوبايتين من اللبن وحبة من الملح وحبة من الفلفل. زي ما انتوا شايفين اهو السمك بتاعه اهو معايا. هبدأ انزل بحبة منه على المكرونة، ولازم اسيب حبة عشان احطهم على الوش. زي ما انتوا شايفين اهو الصدور بتاعتي كانت استوت، والتوابل بصوا بتاعتها شكلها عامل ازاي، وريحتها كانت تحفة قوي والله. قلبي بقى المكرونة مع طبعا حبة من الجبنة الموتزاريلا كده، مع المكرونة مع الشرايح البانيه اللي احنا قطعناها الشاورما ديت، وانزلي على الطاجن بقى كله مرة واحدة، انزلي بيه. وبعد كده حبة بشاميل من على الوش، وظبطي بقى الموتزاريلا بقى دي بقى، بصي مش قادرة اقولك توصي بيها زي ما انتي عايزة، ان دي اساس الاكل اصلا. وبعد ما نخلص بقى كده نظبط الموتزاريلا كده ونخلي الوش كله كده متظبط بالجبنه. حبه بقى فلفل اخضر كده مع حبه زيتون لو عندك، حبه رشه فلفل اسود كده. ويلا بقى يا ستي دخليه تحت الشوايه ياخد لون، هتشوفي طاجن ولا اروع. تعالي بقى بص الطاجن شكله عامل ازاي، ايه رايك؟ تحفه، وحجم وطعم وحاجة آخر جمال. جربوا بقى الطاجن بالوصفة ديت وبالطريقة ديت وهيعجبكم جدا. بس أهم حاجة احنا مش هنولع عليه الفرن ولا حاجة، لأن احنا كل حاجة مستوية، يدوب بس ياخد لون وخلاص. يا رب يكون الوصفة عجبتكم والطعم كان حكاية، ما استناش هو خلص في يوميها. تحفة جميل جدا. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.